الفلوس نعمة، بس اتعلم انك انت اللي تشغلها مش هي اللي تشغلك. يعني مثلا في واحد يجي يشتغل طول الشهر ويتمرمط، وفي الاخر ياخد المرتب بتاعه يصرفه على الاكل الغالي واللبس من براندات غالية برضه والفشخرة الكدابة. واحد تاني يجي يضيع من فلوسه جزء على حاجات مهمة هو محتاجها فعلا، وبيشيل الباقي عشان خاطر يفتح له مشروع قدام كده. الاولاني غالبا كده هو اللي بيجي اخر الشهر بتلاقيه ما معاش ولا جنيه، وبيستلف من الناس عشان خاطر يكمل لحد ما يقبض المرتب اللي بعديه. لكن الشخص اللي بيضيع جزء من مرتبه على الحاجات المهمة وبيشيل الباقي، بتيجي بعد فترة من الزمن بتبص عليه تلاقيه هو اللي معاه مشروع واثنين وممكن ثلاثة كمان، بسبب ان هو كان بيشيل فلوسه ومش بيتفشخر بيها على الفاضي. بس انا اعرف ناس كده برضو يعني بتقبض المرتب بتاعها بيصرفوه على الساعات الغالية، لبس من اماكن غالية برضو. مفكرش ولا لحظة ان هو مثلا ممكن بدل ما بيصرف الفلوس دي كلها يشيل جزء ويكون نفسه بيه، يتجوز بيه، يفتح مشروع. لا، اللي هو الشخص اللي زي ده ما بيعملش الحاجات دي كلها. اهم حاجة بس يجيب لبس غالي ويجيب اكل غالي والحاجات دي بس عشان يبين للناس ان هو بيصرف فلوسه كده. وده من الغباء بصراحة، لانك انت بتضيع وقت وبتضيع مجهود لصالح شغل تاني. فليه بتخلي التاني يستفاد وانت مش بتستفاد؟ لان حتة الاكل والشرب واللبس ده مش الحاجة اللي انت كنت بتدور عليها، هي ده كانت حاجة موجودة في بيتك عادي من قبل ما انت تشتغل. فانت رايح تشتغل عشان خاطر تعمل حاجة تانية غير الاكل والشرب واللبس. زي مثلا انك انت هتفتح لك مشروع زي المشروع اللي انت شغال فيه بتاع صاحب المكان اللي انت شغال عنده، اللي انت بتديله وقتك وبتديله مجهودك بس. او عشان حاجة تانية كمان، عشان خاطر مثلا تتجوز وتكون اسرة، وممكن مثلا تشتري لك شقة تبقى بتاعتك انت. لكن لما تكون شغال وده كله انت مش حاصل عليه، ومجرد بس ان انت فاكر انك لما تجيب لك بيتزاية من المحل ولا تجيب لك قميص ولا تجيب لك اي حاجة غالية شوية تصرف عليها نص مرتبك، فاكر ان هو ده الهدف، هتبقى انت غلطان. وزي ما بنقوله برضو كده، ده نوع من انواع الغباء، ده مش هو اللي بيبقى المطلوب. لكن زي ما قلنا لو على الاكل والشرب واللبس فهو اساسا انت بتعمل الحاجات دي اساسا من قبل ما تشتغل. فهو الشغل انت بتشتغل عشان خاطر الحاجات دي، فلما تروح تصرف مرتبك على الاكل والشرب واللبس كده انت لسه محددتش هوية هدفك ابدا. وفي نوعية تانية من الناس لما تكون مثلا شغالة في مكان ومعاها ستاف شغال معاها، تلاقيهم عايزين يشوفوا نفسهم على اللي معاهم او اللي اقل منهم شوية بالمرتب بتاعهم. هو انت عامة ما عادش هيبص لك اصلا وما عادش هيغير منك. يعني يوم ما واحد هيغير من صاحب المكان عامة وعايز يفتح مثلا مشروع زيه، مش هيحسده بس هيغير منه ويبقى عايز يفتح مشروع زيه بس. لكن انت مش هيغير منك لانك انت مجرد عامل زيك زيه مش اكتر ولا اقل. فدي الفكرة، ما تصرفش فلوسك على الحاجات الفاضية والتفاهات. معاك ساعة حلوة، الساعة دي خلاص ما تجيبش ساعة غيرها. معاك تيشرتين ثلاثة بتروح بيهم الشغل وبتخرج بيهم خلاص حلوين. بتخرج لك خروجة كل شهر حلوة وزادت كمان. يعني كل حاجة خليها حاجة واحدة بس، ما تزودش عليها، بحيث انك انت تشيل لك جزء تدخره تكون نفسك منه، تفتح لك مشروع من وراه. بس هو ده الهدف اللي بيبقى مطلوب من ورا الشغل والمرمطة، وانك انت بتدي وقتك ومجهودك لشخص تاني. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، واتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. وما تنسوش تكتبوا الاراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.